الكرياتين ده موجود بس في اللحمة، فاحنا ما بناخدش احتياجاتنا منه، فعشان كده بناخده كمكمل. فكرت لحظة مع نفسك هو ايه اصلا الكرياتين؟ هو عبارة عن ايه؟ يعني المواد اللي موجودة هنا جوه العبوات دي تركيبتها ايه؟ طيب يلا بينا نعرف. الكرياتين بكل بساطة هو بيتصنع جوه جسمك بشكل طبيعي من الأحماض الأمينية، يعني حمض أميني زي الميثيونين والجلايسين والأرجينين التلاتة مع بعض جوه الجسم بشكل طبيعي بيصنعوا لك الكرياتين. فالفكرة كلها إن احتياجك من الكرياتين بيزيد لما أنت بتتمرن، لأن الريكفري بتاعك محتاج يكون أعلى، محتاج تنتج طاقة أكتر، لأن متطلبات جسمك بتزيد، وفي نفس الوقت أنت مش قادر تدخل الكمية الكافية سواء من اللحوم أو من الفراخ وغيره من عناصر فيها بروتين. فانت بدل ما تخلي جسمك ياخد الثلاث احماض امينيه دول عشان يصنع لك الكرياتين بشكل بطيء وبكميه قليله، لا انت بتاخد دايركت الكرياتين بشكل مباشر من مكمل. وطبعا كل الفوائد بتاعت الكرياتين احنا عارفينها وممكن نقوله في فيديو منفصل وقلناه قبل كده، ولكن حاليا انا كل اللي عايز اقوله لك انك تفهم الكرياتين ده هو عباره عن ايه. ولو انت عايز المضمون فارجح لك كيب جوينج، تقدر تجيبه من الويب سايت بتاعهم او من موقع ايفت، وتقدر تستخدم برومو كود سي ماجد 5 عشان تاخد اعلى خصم. وبس كده، سلام.